رجل غني صالح وصاحب مزرعة، كان يرسل عامله بعدد من الخراف ليتصدق بها على فقراء القرية قبل عيد الأضحى دون أن يعرف أحد، فقد كان يعلم الخراف بعلامات مميزة لا يعرفها إلا هو، وكان لا يخبر أحدا من الناس بالصدقات إلا عماله. في يوم طلب منه أحد عماله إعطاءه خروفا سمينا ليتصدق به على أكثر الناس فقرا بقرية مجاورة له، فلبى طلبه وأعطاه الخروف السمين. وفي اليوم التالي وبينما رفيق يتجول في السوق، وجد فجأة رجلا فقيرا يقف ومعه نفس الخروف السمين الذي تصدق به بالأمس للقرية المجاورة، فدهش وقال في نفسه: هذا الخروف من مزرعتي وعاملي أعطاه له، فكيف يبيعه؟ من المؤكد أن هذا الرجل غير مستحق وعاملي أخطأ في العنوان. ثم اقترب رفقي من الفقير وسأله: هذا الخروف السمين تربية بيتك أم اشتريته من التجار؟ فابتسم الفقير قائلا: والله لا هذا ولا ذاك، ولكن له قصة عجيبة. فبالأمس طرق علي الباب رجل لا أعرفه وقال لي: هذا الخروف وهبه لك سيدي، ثم غادر البيت. وهذا الخروف كما ترى كبير جدا، ولي جار أكثر فقرا مني، بل ومريض لا يستطيع العمل، وله ذرية تحتاج لطعام وعلاج، ولكنه عزيز النفس لا يسأل إلا الله، ولا يستطيع شراء اللحم. فجئت هنا لأبيع هذا الخروف وأشتري بثمنه خروفين صغيرين، واحد لي والثاني لجاري، أو أعطيه نصف ثمن الخروف ليتصرف هو كيف شاء بالمبلغ. بكى رفقي وقال للرجل الفقير: هنيئا لك قول ربنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنا اشتريت هذا الخروف الكبير منك، فخذ واشتري بثمنه خروفين وافعل كما شئت، ثم عد بي إلى جارك فأنا أريد رؤيته. ذهب رفقي إلى بيت الرجل الفقير المريض، فوجده وأسرته يتلون القرآن ويدعون الله بتفريج كربهم، فتكفل رفقي بعلاج الرجل وبتعليم أبنائه وتوفير عمل لكل من ينتهي من فترة التعليم، وكذلك تجهيز ابنته الكبرى وتحمل مصاريف زواجها بالكامل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.